السلام عليكم. الفيديو ده هنعمل القراقيش او المنين، وهقولك على المقادير والطريقة المظبوطين جدا علشان تطلعوا معاكي يعني احلى من الجاهز كمان. ناعم وخفيف جدا وكمان طعمه تحفة، وعلشان هو هش وخفيف لو نزلتيه في شاي بلبن بيشرب منه بسهولة وبيطلع حلو قوي مش مكتوم ولا حاجة. يلا على طول نبتدي الوصفة، بس قبل ما نبتدي لو لسه مشتركتيش في القناة ياريت تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك جميع الفيديوهات الجديدة. اول حاجة انا دايما بقول انك تجيبي التمر وتعمليه بنفسك في البيت افضل كتير من انك تشتري العجوة جاهزة. شلت التمر وشلت منه النوى وحطيته على النار مع شوية مية صغيرين. اول ما المية دي بتتبخر بطفي عليه وببتدي اهرسه بالشوكة زي ما انت شايفة. دلوقتي هبتدي اعمل العجينة. هنحتاج كيلو دقيق فاخر متعدد الاغراض، واحط عليه رشة ملح ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. انا لما بقول معلقة كبيرة اقصد معلقة الشوربة العادية، عشان بس محدش يفهمني غلط ويستخدم المعلقة اللي بنغرف فيها. حطيت 4 معالق سكر باودر، وانا بستخدم هنا سكر باودر علشان لو عملتيه بسكر عادي هتلاقيه عمل شكل نقط كده على العجين، يعني مش هتبقى شكلها لطيف خالص. معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. حطيت كمان معلقة كبيرة شمر مطحون ومعلقة كبيرة ينسون مطحون، وكمان معلقة كبيرة سمسم، و4 معالق كبار من اللبن البودر. وبعدين هقلب الحاجات دي كلها مع بعض. وبعد ما بقلب الحاجات دي كلها مع بعض بسيح كوباية ونص من السمنة، مش بغليها ولا بقدحها، مجرد بس انها تسخن حاجة بسيطة علشان تسيح واحطها عليها. وده لاني عاملة كيلو واحد، ومراعاة يعني للناس اللي بتجيلها حموضة على طول لو كانوا من الكحك المقدوح ده بيبقى صعب اوي. اما لو انتي عاملة كمية كبيرة وهتسيبيها برا التلاجة فالمفروض انك تغلي السمنة. حطيت كمان نص كوباية من الزيت، يعني مجمل المادة الدهنية اللي انا حطيتها كوبايتين. هقولك المقادير تاني علشان تحفظيها معايا. كيلو دقيق يعني 6 كوبايات من الدقيق فاخر متعدد الاغراض، وكوباية ونص سمنة ونص زيت. 4 معالق كبيرة سكر باودر، 4 معالق كبار من اللبن البودر، معلقة كبيرة خميرة فورية، معلقة كبيرة بيكنج باودر، ومعلقة كبيرة شمر مطحون، معلقة كبيرة ينسون مطحون، معلقة كبيرة سمسم، ورشة ملح. خلطت السمنة مع الحاجات دي كويس اوي، اتأكدت ان الدقيق كله متغلف بالسمنة. وبعدين نزلت كوباية من المية بالتدريج. ممكن طبعا تحتاجي معلقتين مية زيادة او اقل على حسب نوع الدقيق اللي بتستخدميه، بس ما تكتريش في المية قوي علشان المية بتنشفها. يعني اقصد ان كتر المية ممكن تخلي المنين ناشف مش ناعم. سبت العجينة لمدة نص ساعة بس ترتاح، وبعدين هبتدي اشكلها، لاني لو سبتها لحد ما تخمر مدة ساعتين او حاجة هتلاقي السمنة اتجمدت فيها ومش هعرف اشكلها بسهولة. تمام، جبت ورق زبدة بفرده عليه، ممكن تستخدمي اكياس عادي في الفرد. بعد ما فردته بالسمك اللي انت شايفاه ده هقطع الحروف بتاعتها علشان اسويها، وبعدين هبتدي احشيها بالتمر. وانا مخليها بسمك متوسط مش سمك رفيع قوي علشان اقدر احشيها بالتمر من غير ما يبقى التمر خارج منها. بحط بقى جزء من التمر زي ما انت شايفة كده، والورق الزبدة بيسهل عليا ان الفه عليه. هقطع الجزء الزيادة، وبعدين هاخد الجزء اللي انا لفيته ده هبرمه كده تاني لحد ما اخليه ارفع شوية، وبعدين هبتدي الفه زي ما انت شايفة علشان اعمل شكل ورد. اقفل الطرف بتاعه كويس، وبعدين ببتدي اشكله بالمنقاش زي ما انت شايفة كده. طبعا ده شكل محتاج مجهود شوية، لو حابة تعمليه كده تمام، عايزة تعمليه بالطريقة العادية هوريها لك برضه. وبعدين هرصه في صينية، ومش هحتاج ان انا ادهن الصينية دي اي حاجة. هفرد بقى جزء تاني من العجين وهعمله بالعجوة برضه بس بالطريقة العادية. هحط التمر والف عليه العجين بورق الزبدة هيسهل عليا، وبعدين هاخد الجزء ده اقطعه واحط جزء جديد من التمر والفه، وهكذا بنفس الطريقة اللي انت شايفاها دي، سهلة جدا ما بتاخدش وقت خالص. بعدين بقى هاخد جزء منها كده هضغط عليه والفه كده علشان تطلع التمر ملفوف جواها زي اللي بنشتريه من بره. وبعدين هبتدي اقطعه، ممكن برضو من غير ما تلفيه ولا اي حاجة تقطعي على طول وسهلي على نفسك مفيش مشكلة. وهعمل شكل كمان بالمنقاش كده زي ما انت شايفة، وبعدين هبتدي اقطعه، وده تالت شكل معانا. اما بقى بالنسبة للمنين السادة فانا هعتبر ان انا حطيت له تمر من جوه وهلفه بنفس الطريقة علشان يطلع هش من جوه، وهوريكي في الاخر هيطلع مورق معايا ازاي. هسيب المنين كله يخمر لمدة ساعتين، وهدخله فرن سخن على درجة حرارة 170. هياخد لون دهبي من تحت اقعد في الفرن واشغل الشواية علشان ياخد لون دهبي من فوق كمان. اما بالنسبة اللي انا احط عليه سمسم، بجيب معلقتين من اللبن باودر عليهم معلقة من المية وادوبهم مع بعض وهدهن بيه الوش، وبعدين هرش عليه السمسم. بلاش صفار البيض خالص، حقيقي بيبوظ الوصفة كلها حتى لو حطيتي عليه فانيليا. حاجة كمان عايزة اقولك عليها، لان المنين فيه مادة دهنية كبيرة فمش بيخمر بسهولة، فلو ما لقيتيهوش خمر قوي مفيش مشكلة، بيكمل تخمير في الفرن عادي. كمان البيكنج باودر اللي بنحطه بيظبطه جدا يعني.
دخليه الفرن بعد ساعتين وما تقلقيش خالص، بس المهم تختبري الخميرة وتكوني واثقة انها كويسة. برضه اختاري كويس نوع السمنة اللي انتي بتستخدميها علشان بيفرق جدا في طعمها، والافضل تكون طبيعية، بس لو مش متاح مفيش مشكلة. وبس كده عملنا احلى بنين بطريقة سهلة وبسيطة، والنتيجة يعني تحفة حقيقي، يعني احلى من الجاهز كمان، هش وخفيف ما يتشبعش منه بجد. ناعم جدا زي ما هو واضح قدامك، وكمان شوفيه مورق من جوه ازاي. اتمنى تجربي الوصفة وتقولي لي رأيك فيها، ولو عجبك الفيديو متنسيش الاشتراك في القناة علشان يوصلك جميع الفيديوهات الجديدة. وشكرا، السلام عليكم.